حقي شاشله بهذا الوجه ولا بالثاني. انت في مقام ابي ما عاد توصلني للمحاكم وحقي عندك. القوي في من اقوى منه وحقي شاخذه بالوجه هذا ولا بالثاني طال الزمان ولا قصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى وأجمل متابعين بالشرق الأوسط؟ طبعا بعرض لكم الآن فيديو للممثلة فتحية إبراهيم. الفيديو ليس جديد وإنما قديم ومأخوذ من قناة المبدع فواز التعكري، ولكن الفيديو يتكلم عن الأخ اللي أخذ ميراث أخته وكأنها تتكلم عن قصتها حاليا. الفيديو قديم ولكن واقعها حاليا، ومش واقعها فقط، هذه واقعها وواقع آلاف من القصص اللي تحصل والظلم اللي يحصل باليمن. وبسبب ايش؟ بسبب المحاكم اللي يا اما تماطل بالاحكام والقسمه او تصدر حكم ما تنفذش. وقبل ما تشاهد الفيديو اشترك بالقناه واضغط لايك للمقطع، وان شاء الله ان الجهات المختصه تاخذ مجراها وتخرج حقها ويخرجوا حق المساكين والضعفاء. وخليكم مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقل شيء مليون. يو منين عنديها؟ هي هذه المشكلة، منين عنديها؟ انتوا دارين يا عيالي خالكم عدو ما قداليش الميراث لهذا الحين تقولوا عيديه. أيوة عيديه، لكن الصدق يا عيالي انا ما نش جازمه اكلمها الصدق. عادي يما، أنا شاكلمها أنا. صح يما، خلي فواز اخي هو يكلمه. السلام عليكم، كيف أنت يا خال؟ اهلا بالبزي. حيا يا خال حيا. ما بالله جيت أشتكي بموضوع يا خال. خير، ما قلت شيء. خير، ما بالله يا خال قدك داري بعد ما توفى الوالد ضاقت علينا شوية، قلت أجي أقول لك إذا أنت عتدي ورث أمي. ما دراك انه بيورث مع عمك عندي انا، وبعدها من اي حين قد النسوان بيورثن عندنا. يا رجال استحي على نفسك، انت تسعى على نفسك وماشي، بدل ما تصير تطلب الله وتشقى على نفسك. رجال مسبع مربع مثلك يشقى على 5 أسر وانت جالس تدور ورث امي. سر بصراحه بتبني رجال شاقي بيطلب الله على نفسه. أيوة، بين أشقاء والدرس وقرب الصبوح والغداء، ما العشاء قد بنرقد. يا خال فاقد الشي لا يعطي، وانا والله اني قد دورت عمل وما حصلت، وقد اقداري البنت حيخرجوها من الجامعه، وصاحب البيت يشتي ايجار، والمدرسات تشتي، واحنا نشتي. ولا اقول لك يا خال شغلني معك. لا 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 لا، لا شغلك عندي ولا شيء. سير دور لك عمل وانا خلوني للكبار، انا سند وظهر اذا وقع شيء عليكم ولا شيء. او لا مش انت داري يا بزي ايش معنى الخال بالنسبه لك. بس يا خال بس ولا شيء، وقع رجع وسير بصير لك عمل، وبعدها سير قول لامك لا تكونش تدي كلام اكبر منها. مش كل من يضحك من الناس سالي، أو مرة قاص ولا يغني سعيد. مش كل من يضحك من الناس سالي، أو مرة قاص ولا يغني سعيد. يا ما ضحكت أيام من ضيق حالي، يا ما ضحكت أيام من ضيق حالي. وكم غنيت عايش وحيد، وكم غنيت عايش وحيد. انت متاكد يا بني انه خالك قال لك هكذا؟ ايوه قال هكذا. انت متاكده انت انه معش وارث؟ مالك يا بني صلي على النبي عجنني، عاد ميراثي انا خواتي عنده. خلاص نصير نشتكي به من المحكمه. محكمه؟ مع خالك حق مشاكل ومش احنا على قدره. ولا افعل شي يما، اصلا هذا حقش. ايوه، وبعدها هو لا قد ابصر منش الجد وتشتي حقش عيديه. كلام اخي فواز صح يما. تفضل.
ايش فيه؟ وقع لي على الاعلان هذا. من؟ المحكمة. أباه الحقه والله لا أفقشه وفخبطه والله. بس كلام. اختي تشتكي لي في المحكمة. طيب حنجي الحين الآن. أنا مشتاقة لي يا عيال يا عيال. خير يما. جاي ما أنا جاي. خالش اتصل وقال أنا مشتاقة لش وجولة عندي. هيا بصرتي يما، أنا قلت لش إن خالي طيب. الله يهدي. يعني اليوم عن الغداء. حنتغدى وحنفرح وحنستلم الميراث وحنفعل كل شيء. تعالوا يلا فوزوا البسوا بسرعة نسير. يلا من الملبس يلا سريع. السلام عليكم يا أخي. لا سلام ولا كلام. مالك يا أخي؟ صلي على النبي. يعني تفضحي بنا وتشرشعي بنا في المحاكم، ومن اي حين قد معانا نسوان بيخرجن يشتكن في المحاكم، وفي من تشتكي على اخوش الذي هو في مقام ابوش. لو أنت في مقام أبي ما عاد توصلني للمحاكم وحقي عندك. ومن اي حين معش حق، وانا الذي شقيت مع ابي وتعبت. شقيت وتعبت. سامر اسمع يا أخي، أنا ما خليك تجلس تفتين أنت وعيالك ومرتك داخل البيت وداخل الحق، وأنا معي حق فيه، وأنا جالسة أنا وعيالي مجعجعين في بيوت الإيجار. حقي شاشل بهذا الوجه ولا بالثاني. والله وصلت مشكلة الحياة ان انتي تهددي الرجال. ها اسمع، القوي في من أقوى منه، وحقي شاخذه، بل وش هذا ولا الثاني طال الزمان ولا أكثر. والله يا خالد انك سند واحد يشتد فيك، تستقوي على مكلف وفي بيتك. سهل يا خالد.